قررت اخليه يوم حلو ومليان تفاصيل ايجابية وطاقة ايجابية. كفاية كآبة بقى، مش كده ولا ايه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير في تم صحة وفي راحة بال. جايلكم النهاردة ان شاء الله بروتين حلو قوي وبكلام حلو قوي ان شاء الله هتسمعوه النهاردة في الفيديو. عايزاكم بقى يعني تشاركوني كده بأحلى الكومنتات وكلامكم القمر اللي بجد بيشجعني وبيحفزني ان انا اقوم اصور معاكم على طول فيديوهات وانزلها معاكم. بحبكم جدا ويلا بينا نشوف محتوى الفيديو ايه. بصوا بقى، النهارده احنا نازلين ان شاء الله. رايحين بقى فين؟ رايحين فين؟ نقول لهمش؟ ماشي، خليهم يعرفوا. حاولوا تخمنوا. مش هنقول لهم، ماشي؟ نشوف هما ايه هيعرفوا ولا لا. يخمنوا تحت في التعليقات ويعرفوا كده احنا رايحين فين، وهيعرفوا يعني في خلال الفيديو. اتفقنا؟ يلا سلموا عليهم. جماعة اقول لكم حاجة بس بعد ما اسيب. ايه هتقولوا لهم؟ بصوا بقى، انا بحبكم قوي على فكرة وايه تاني؟ ايه؟ انا بحبكم قوي، وما تنسوش تعملوا لايك، تفعلوا زر الجرس، اشتركوا في قناة من بيت اكلي ومن بيت اكلي. ماشي. وشكرا للبنوتة العسل السكر اللي قالت لي ثلاث اساميهم للدبدوب. انا اخترت اسم، حاولي بقى تخمني انا اخترت اسم ايه. طب هتعرفيها امتى؟ في اخر الفيديو؟ ماشي، في اخر الفيديو. يا ابني انت بتعمل ايه؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ جنني والله العظيم، جنني. ايه ده بقى؟ بصوا على فكره، هو في الطبيعه بيبان اقل من كده. معرفش، اول ما بفتح الكاميرا معرفش ايه اللي بيحصل له. هيقولوا عليك ايه؟ كل تعملوا لايك وكل تعملوا هما ما فهموش حاجه غير لايك. ايه بقى؟ لايك. يلا بينا، يلا عشان يا جماعه ها. انا بس انتوا عمالين تهزوا في الكاميرا، حرام عليكم. تقعدوش تعملوا لايك وتشوفوا وترمى. انتوا فهمتوا حاجه؟ انتوا اكيد لو حد فاهم حاجه يكتب تحت في التعليق. بصي يلا عشان ننجز. بس فريده هننزل وهنصور لكم بقى ايه مقتطفات من يومنا. اخدت بقى بنات الولاد وركبنا بقى توك توك ونزلنا. يا ترى بقى احنا رايحين فين؟ رايحين عند حماتي. هنقضي اليوم عندها. اتصلت بيا وقالت لي هاتي الولاد وتعالي وكده. ومنى كمان كانت رايحه، اللي هي عمه الولاد، هي وولادها وكده. فقلنا بقى نروح نقضي اليوم بقى عندهم. الكلام ده مش يوم شم النسيم، الكلام ده كان يوم الاحد. لان طبعا انا نزلت معاكم النهارده في فيديو مش فيديو بس مباشر، كنت في البيت وقلت لكم ان انا مش نازله في حته. فحبيت بقى انزل معاكم المقطع ده كده. ورحنا بقى عندها. كانت منى بقى بتعمل الاكل وكده. كانت عامله بقى صينيه مكرونه بشاميل بصراحه كانت طعمها حلو قوي، تسلم ايديها بجد. بس فحبيت بقى كده ايه يعني ايه اخدكم كده. ما صورتش الصراحه عندها حاجه خالص غير بس كده المقطع ده وانا نازله في الشارع كده مع الولاد و... والاكل وبس كده. لكن اكتر من كده ما صورتش بصراحه، لان احنا بقالنا كتير كنا ما شفناش بعض وما كناش قعدنا مع بعض وكده. فحبيت بقى ان انا اقعد براحتي بقى كده معاهم ونقعد بقى نتكلم ونبقى براحتنا. بصوا بقى سوسو ايه طلعت لي ايه. دفايه؟ لا مش عارفه يا سوما. خليني في الجلابيه دي. في الجلابيه احسن. عامله ايه يا سوما؟ كويس. ولا ايه؟ بصور. اغير بقى كده والبس الجلابيه دي. يلا بينا. بصوا كده، شايفين واسعه قد ايه؟ بص اهي واسعه. دي بتاعت حماتي، مش تبقوا عارفين يعني. هنا بقى كانت صينيه المكرونه جميله بصراحه، كانت عاملاها حلوه قوي. كنت بساعدها وكده، وهي بس هي اللي عملتها يعني. بس وعملنا طبق سلطه بقى واتغدينا وقعدنا بقى مع بعض وشربنا بقى الشاي وكده. وكنا بصراحه يعني مبسوطين الحمد لله. اليوم كان حلو جدا جدا جدا. تعالوا بقى كده ايه الفيديو الجزء اللي جاي ده بقى انا مصوره النهارده في يومي النهارده. حتى بصوا هتلاقوا بنفس اللبس اللي كنت لابساه الصبح. عملت بقى ايه النهارده الغدا للولاد. عملت لهم مكرونه بالصلصه الحمراء. عملت لهم كمان كفته كده. حطيت معاها بقى ايه فلفل اسمر وملح وتوابل اللي هي المشاوي.
عايزه اقول لكم طعمها حلو قوي. دي بتاعت ويلز. طبعا انت بقى بتقدري تظبطي بقى الملح بتاعك وتظبطي الكلام ده كله. بصراحه انا كنت يعني عملت كده الاكل قبل اسلام ما يجي مثلا بنص ساعه. كنت تبلت، انا كنت مطلعه اللحمه اصلا وكده والبصل وكيس الصلصه ده، بس هرجع احط كيس تاني يعني لان الطماطم حسيتها بعد ما اتحطت شويه. بس عايزة أشكركم جدا جدا على كل كلامكم وتعليقاتكم على البث بتاع النهاردة، وعلى بجد يعني قد ايه أنا كنت مبسوطة جدا إن أنا طلعت معاكم وكنت على طبيعتي وانتوا بتحبوني بجد. أنا مش عارفة ألاقي كلام يوفي حقكم قد ايه. ربنا يا رب يخليكم ليا ويديمكم في حياتي نعمة العمر كله، اللهم امين. ونفضل كده مع بعض صحاب واخوات، ونفضل كده العمر كله مع بعض، اللهم امين يا رب العالمين. طبعا بقى بكرة عندنا مدرسة، يعني عايزة اقول لكم بقى يا ربي يا ربي، الواحد مش قادر بجد. تحس ان هو اخد على الكسل بقى، بتفهموش، اخد على الروحة مع اني بقوم بدري، متعودة خلاص ان انا اقوم بدري، بس الواحد بجد اخد على الروحة. يعني انا خدت كده ان انا ابقى ابقى عارفة ان انا ما عنديش حاجة. فاهمين الاحساس بايه؟ الاحساس ازاي؟ حتى لو انا قاعدة صاحية والكلام ده كله، انا عارفة ان انا ما عنديش حاجة وقاعدة. لكن بقى هنقوم بقى بدري بكرة، بس احنا عندنا يوم التلات ويوم الاربع مدرسة، ويوم الخميس عطشان لنا اجازة، هنرجع تاني ناخد اجازة. بس فالمهم بقى كده حبيت اشارك معاكم بقى الفيديو ده كده النهارده. طبعا هو الفيديو هينزل لكم متاخر، مع اني ما كنتش ناوي امنتج الفيديو النهارده. وعايزه اقول لكم انا يعني في فيديو تاني اللي هو بتاع تنظيف المطبخ ده، انا اصلا يعني خلاص يعني مجهزاه انه ينزل، بس يعني قلت انزله لكم على اخر الاسبوع عشان تتشجعوا بيه. تمام. فقلت بقى بما ان انا صورت كده المقاطع دي ويعني كلها تبقى ورا بعض، عشان افضي بس مساحة في الموبايل، عشان لو صورت بقى فيديوهات ولا حاجة تبقى عندي مساحة في الموبايل، والحاجات مقاطع ما تتمسحش مني غصب عني ولا حاجة، ابقى مش واخدة بالي وكده. بس غسلت كمان الحاجات بقى، المواعين اللي في الحوض دي قلت اخدها بالمرة. بس وهقوم بقى كده راح اكمل بقى بقية الاكل كده واظبط كده وانا واقفة. يعني انا قلت اصور معاكم بقى المقاطع دي كده سريعا، عشان يعني انزلها لكم كده على طول، وانتوا بتوحشوني جدا 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 والله. بس عايزاكم بقى يا بنات اكلمكم بقى في حاجه كده واحنا بنعمل الاكل. عايزاكم بصوا تكون عندكم ثقه بالنفس بجد. ما تخلوش حد يعني يهز ثقتكم في نفسكم. محدش يقول مثلا يتكلم على شكلكم، على مظهركم، على طريقتكم، طريقة كلامكم، طريقة اسلوبكم. بجد ما تخليش حد يهز الثقة دي. خليكم واثقين من نفسكم، وخليكم يعني انتوا تشوفوا عيوبكم وانتوا عالجوها. ما تستنوش حد يقول عيوبكم. ولو افتراضا حد اتكلم اكتر من حد، طبعا في ناس بتبقى يعني بتقول بطريقة كويسة، وفي ناس بتقول بطريقة مش حلوة. فخلي يعني حولوا الكلام ده لكلام ايجابي. كمان عايزاكوا تعرفوا تردوا، يعني تعرفوا تردوا على الناس دي، تردوا كويس. ما تسكتوش يا جماعه. اللي بيسكت عن حقه، اللي يقولك مثلا لا ولا اعتبريها ان هي ما اتكلمتش، اعتبريها مش عارفه ما هما برضو يعني بيزودوا فيها، بيزودوا في الموضوع، يقولوا بقى ان انت مش عارفه تردي، ان انت مالكيش رأي. لا، انت حاولي كده تاخدي الموضوع معاهم بطريقه، فاهمين؟ يعني حاولي تفهميهم ان انت فاهماهم وفاهمه قصدهم وفاهمه كلامهم، وانت مش عاجبك الطريقه، واخده الكلام بطريقه. مره مع التانية هيتكسفوا وهيتحرجوا، وعمرهم ما هيتكلموا تاني بنفس الطريقه. فبجد بجد يعني عايزاكم كمان ان انتوا تسمعوا كمان في ناس بتعزز الثقة في النفس، وفي شروحات وفي حاجات كتيرة زي اللايف كوتش والحاجات دي. اسمعوهم بجد، اسمعوهم. انا عن نفسي يعني بحاول اسمع الكلام ده واطبقه في حياتي. بحب ان انا اعمله في انماط كتيرة في حياتي، في طريقة تربية ولادي، طريقة يعني الحياة اللي انا عايشاها، تعامل مع الناس اللي انا بتعامل فيه معاهم وكده وهكذا. فعايزاكم بقى كده يعني بجد تعززوا الثقة في النفس، وما تخلوش حد يهز الثقة دي، واتعلموا فن الرد، وما تسيبوش حقكم خالص. لو فيكوا عيب حاولوا تعالجوه. العيب ده لنفسكم مش لحد. يعني انتوا كلنا الحمد لله مخلوقين كويسين، وربنا يعني خلقنا كده في احسن صورة وفي ابهى صورة. بس ساعات بتبقى في حاجات مثلا الناس بتبقاش عاجبة شكلها. مثلا انا مثلا مش عاجبني رفاه، لا انا مش عاجبني تخني، لا انا مش عارفه مش عاجبني شكل شعري، انا مش بشرتي. لا، في حاجات كتيره تقدروا تعالجوها، في حاجات كتيره تقدروا تغيروها للاحسن طبعا لنفسكم مش لحد. مش عشان حد فلان قال لك كذا وقال لك كذا يبقى انا هغير. يعني
لا، ما هو ده بيقلل الثقة. ما هو مرة مع التانية لو كذا حد اتكلم معاكي في كده هيقلل ثقتك في نفسك. لا، انا اقدر يعني اخلي نفسي حلوة، واقدر اقوي نفسي واخلي نفسي كده انا شايفاها حلوة. تمام. عشان نفسي، مش عشان حد. مش عشان حد جه قال لي انتي شكلك ومش شكلك. لا، انا شايفه مثلا ان الرفع ده مضايقني جدا جدا. اروح بقى مثلا لدكتور تغذيه، احاول يعني اشوف نمط حياه او نظام غذائي معين امشي عليه، عشان لو انا عايزه اتخن، كذلك لو انا عايزه ارفع، وهكذا. هتلاقوا كتير على اليوتيوب، وهتلاقوا كتير ناس بتنزل حاجات كده، يعني حاجات كتيره عن مثلا الدايت، عن الرجيم، عن النظام الغذائي الصحي، وهكذا. لا، حاولوا ما تسكتوش، يعني حاولوا ان انتوا كده ايه، تدوروا على الحاجه الاحسن، تدوروا على الحاجة الأمثل بالنسبة لكم. وإن شاء الله إن شاء الله بإذن الله حبايب قلبي، ربنا يا رب كده يحبب فيكم خلقه و... وخلوا كده، بصوا خليكم واثقين من نفسكم، مفيش حاجة تقدر تهزكم، وانتوا قدها. انتوا قدها ان انتوا تغيروا حياتكم للأحسن وللأفضل، وتقدروا تقاوموا الحياة مهما كانت هتقابلوا فيها من صعوبات، ومهما هتقابلوا بيها من تحديات، ومن يعني والله هو مش كلام انشا، ولكن انا بتكلم، يعني انا بطبق الكلام ده على نفسي قبل ما اقوله لكم. يعني انا بشوف كده حياتي ماشيه ازاي. انا بتيجي عليا لحظات بحس ان انا مش قادره، بحس ان انا مش قادره اكمل. ثقتي بنفسي بتهتز، ارجع اقول لا، فوقي فوقي يا بنت. عارفين اللي هو مسلسل الحياة والسراب، قومي يا بنت شوفي شغلك. ايوه، هو نفس الكلام. بقوم كده وافوق وافوق نفسي بنفسي، اقول لا، انا قدها، انا هقدر، إيه، اقدر اقاوم. ربنا عطيني قوة عشان خاطر كذا، ربنا عطيني عقل عشان خاطر افكر فيه واعمل بيه كذا، وهكذا. فاهمين؟ ف مفيش حد يقل ثقتكم من نفسكم. وعايزه اقول لكم اللي بتتكلم معاكم دي يعني اتعلمت حاجات كتيره 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 في حياتها، وشافت كتير في حياتها لحد ما وصلت للمرحلة اللي انا بقيت فيها. فاهمني؟ يعني انا مش كلام كده وخلاص، لا، انا والله عشان اوصل للمرحلة اللي انا فيها دي، وابقى عندي ثقة في نفسي، وابقى عندي يعني طريقتي وحياتي واسلوبي، وان الناس دلوقتي بقت يعني بتاخد برأيي وكده، مش من فراغ، يعني مش بسهولة. انا وصلت للمرحلة دي بعد تجارب كتيرة حصلت معايا في حياتي، وصلت للمرحلة اللي انا فيها دي. فان شاء الله كده مع التجارب الحياة، مع الخبرة، مع فاتعلموا فن الرد. صدقوني فن الرد ده يعني بجد احنا كلنا محتاجينه. بس المهم بقى كده ايه، كان اسلام كان جايب الشمام ده، هو جاي، فقلت كده اقطعه واحطه بقى في التلاجة. عايزه اقول لكم كان طعمه كده، بصوا قمر، حاجه كده سكر والله العظيم، كان طعمه حلو قوي. فقلت كده بقى اقطعه اشيله بقى في التلاجة، بعد الغدا كده اتحلينا بيه، يعني اكلناه، حلينا بقى كده ايه بقنا يعني. بس آه بس كان فيديو النهارده، يعني زي ما انتم شايفين كده، فيديو بسيط عملنا بس فيه الاكل وكده، وخرجنا وشويه حاجات كده ايه، يعني كلام كده، قلت كلام ايجابي احب يعني ان انا اوصله لكم. وان شاء الله كده يا رب تكونوا استفدتوا بيه واخدتوا منه طاقة ايجابية، وكلام يكون محفز بالنسبة لكم. حاولوا تساعدوا نفسكم، حاولوا ان انتوا تطلعوا من مود الكآبة. شوفوا اي حاجة تساعدكم، اي حاجة تخليكم يعني تتحولوا من وضع لوضع تاني، علشان بجد الحياة مش مستاهلة ان احنا نكتئب ونعيش في جو كآبة بقى وعياط وزعل. لا، يعني حاولوا تشوفوا ايه حاجة تفرحكم. لو انتوا في حاجات بتفكروا فيها وشايفين ان الحاجة دي مش حلوة بالنسبة لكم، طب ما تفكروا فيها بطريقة تانية. يعني انا لو في حاجة في حياتي مثلا مضايقاني ومزعلاني، طب انا لو اتعاملت معاها بطريقة تانية او خدتها من جانب تاني، هبقى فرحانة ولا لا؟ جربوا، والله جربوا. يعني انا بجد يعني بتحصل معايا حاجات شبه كده. انا بتكون مثلا مضايقاني مثلا حاجة مزهقاني، اقول طب ما اجرب اتعامل معاها بطريقة تانية. هل انا مثلا كنت شايفاها بطريقة وحشة، او شايفاها من جانب مش حلو، والجانب التاني الحلو انا ما كنت سايباه فما ببصش ليها؟ ففعلا بكتشف ان فعلا الحاجة دي لما اعمل كده العكس، الموضوع بيختلف معايا 360 درجة. فحاولوا كده تشوفوا برضو الحاجة بطريقة تانية، بمنظور تاني، وان شاء الله بإذن الله ربنا يا رب يساعدكم ويفرحكم بإذن الله. كده بقى الغدا بتاعنا اهو كان حاجة كده قمر. يا ربنا يا رب يفرح قلبكم ويسعدكم. متنسونيش بقى من دعواتكم الحلوة، كومنتاتكم الأول اللي بحبها. أشوفكم إن شاء الله بقى كده في فيديو جديد على خير، هتوحشوني.
يا احلى اخوات في الدنيا دي كلها. اكتبوا لي تحت في التعليقات حابين نتكلم ايه في المواضيع، في مواضيع يعني في الفيديوهات الجايه باذن الله، ونقعد نتكلم مع بعض. يا رب يكون الفيديو كان حلو بالنسبه لكم واستفدتم بيه وخدتم منه طاقه وباور ونشاط وتحفيز. يعني التحفيز مش فكره النشاط والطاقه، مش فكره ان انا بعمل روتين، ولكن تحفيز في الكلام، وادي فكره اكل كمان. يلا اسيبكم بقى في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله.